بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أنا جاية لكم بوصفة سهلة جدا وبسيطة وغنية جدا جدا جدا. هي بصراحة فكرة طرقت على بالي كده. كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة وعايزة أعمل كفتة، بس عايزة أزود الكمية شويتين يعني. دورت في التلاجة، لقيت برغل، لقيت بتنجان، لقيت بطاطس، لقيت طماطم. فبصراحة كل الحاجات دي، ولقيت فلفل ألوان، فكل المجموعة دي بصراحة تنفع إنها تتحط في الصينية اللي أنا عايزة أعملها. أول حاجة بدأت بيها، آه، خليت البصلاية، قطعت بصلاية كبيرة كويسة كده وبدأت أدبلها على النار، رشة ملح كده وفي السمنة، سمنة، زبدة، زيت، اللي تحبوا تستخدموه يعني. وبعد ما دبلت نزلت بالبتنجانة، كنت بقى بشرتها على بال ما البصلاية يعني كانت على النار كده. وبعد كده نزلت بالبتنجانة على البصلة، بدأت أحط بقى التوابل، فلفل أسود، كمون، كزبرة. تمام. في الآخر خالص أنا هحط البابريكا لما البتنجانة خلاص يعني السوائل اللي فيها تتشرب. وبس كده، اهي كده احط البابريكا وهي مطفية النار وخلاص. قلبت وابتدي بقى اقطع اللي ينفع يتبشر بقى في الحاجات دي يا جماعة، يتبشر، واللي ما ينفعش انا قطعته بالسكينة، بس يعني تقطيعة رفيعة. بدأت كده في تجهيز الخضروات دي. انا بقى كنت نقعت على طول قبل ما ابتدي خالص اعمل البتنجان، ان انا نقعت نص كوباية برغل كويس. بعد كده ببتدي بقى، اهو نزلت بالبرغل، ما صفيتهوش من ان هو شرب المية. يعني ما لقيتش فيه يعني ميته خلاص اتشربت وهو بدأ يبقى طري. نزلت بالبرغل وبعدين نزلت باللحمة، وزودت بقى الملح والفلفل الأسود، لأن طبعا الكمية زيادة عن اللي أنا زودتها في البتنجان. خلاص بعد كده خلطتهم كويس، وبعدين بدأت أدهن الصينية. هما اتنين مش واحدة، هي الكمية عملت صينيتين بصراحة، واحدة دي كبيرة والتانية أصغر. دهنت وبدأت أجزأها بالإيد كده، وبعدين دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الصاج الأول، وبعد كده على الشبكة في نص الفرن كده لمدة ربع ساعة. وبعدين طلعتها يدوب 5 دقايق على الشبكة، وبعد كده طفيت وشغلت الشواية. بقت بالشكل ده قدام حضراتكم. ريحتها كانت جميلة جدا ولذيذة في طعمها كمان، وكفت كتير، قعدت معايا يومين ما شاء الله. شرفوني بمتابعتكم، وقولولي رأيكم في الوصفات، واقترحوا أي اقتراحات مقبولة يعني.